السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة رابعة. أنا مس أميرة ودي قناتكم كرتون ساينس. النهاردة بإذن الله هنشتغل مذكرة الفاينل ريفيجن، مذكرة المتميز الأستاذ محمود سعيد لمادة الأي سي تي للصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2025. هنحل الجزء الخاص بأسئلة تقييمات الوزارة، وهسيب لكم إن شاء الله في صندوق الوصف تحت الفيديو شرح كل دروس مادة الأي سي تي للترم الثاني من مذكرة المتميز. دلوقتي بليز لايك للفيديو ونكبر الشاشة ونقول بسم الله ويلا بينا نبدأ. Choose the correct answer. Number 1. All the following are considered from the safety using of technology except what؟ بيقول لك كل ده من الاستخدامات الآمنة للتكنولوجيا ما عدا إيه؟ Booking train tickets اللي أنا أحجز التذكرة بتاعة القطر عبر الإنترنت، ولا pay bills through the internet تدفع الفواتير زي فاتورة الكهرباء أو فاتورة المية عبر الإنترنت، ولا share your personal information through social media. يا ميس من مميزات التكنولوجيا ان انا احجز تذاكر القطر عبر الانترنت وان انا ادفع الفواتير، لكن ان انا اعمل شير للبيرسونال انفورميشن دي طبعا حاجه ممنوعه، ما ينفعش اشير معلوماتي الخاصه على وسائل التواصل الاجتماعي. ليه اخترت دي؟ عشان هنا بيقول لي except يعني ما عدا، كل دي استخدامات امنه للانترنت ما عدا ان انا اشير المعلومات بتاعتي على وسائل التواصل الاجتماعي. Number 2. Student must encourage to use technology in few way, safely and easy way or badly way. بيقول لك الطلبة لازم يتشجعوا إن هم يستخدموا التكنولوجيا بطريقة سهلة وآمنة in safety and easy way. Number 3. From the right of digital citizenship بيقول لك من حقوق المواطنة الرقمية don't copy your digital footprint or share with other، إن محدش ياخد الفوت برنت بتاعتك. يعني إيه مس فوت برنت؟ يعني يتتبع الحاجة اللي أنت بتعملها على الإنترنت. show positive behavior in your communication online، إن أنت تتعامل بطريقة محترمة وأنت بتتعامل عبر الإنترنت. be sure that material you see is safe، اتأكد إن المحتوى اللي أنت بتشوفه هو محتوى آمن. بيقولك إيه من حقوقك؟ من حقك إن محدش ياخد الديجيتال فوت برنت بتاعتك، محدش يتتبع الحاجة اللي أنت بتعملها على الإنترنت. Number 4. From the responsibility of digital citizenship دلوقتي بيسألك على مسؤولياتك. إيه هي مسؤولياتك؟ You must never commit piracy with safe content or share them. ما ينفعش تعمل قرصنة لأي محتوى بتاع أي حد، وكمان ما تعملش شير للمحتويات بتاعت الناس التانية، ولا use internet whenever you need تستخدم الإنترنت في أي وقت، ولا share information while respecting property rights بتستخدم بس المحتوى المسموح بإعادة استخدامه. يعني لو في فيديو مثلا أو صورة عليها كوبي رايت بيقولك ممنوع تستخدمها، ما تستخدمهاش لو سمحت. هنا في السؤال بتاعتي بيسألك على مسؤولياتك. مسؤولياتك ان انت تعمل ايه؟ ان انت ما تعملش ابدا piracy، ما تسرقش اي محتوى بتاع اي حد، لكن ان انت تستخدم الانترنت في اي وقت انت عايزه دي من الرايتس بتاعتك، يعني من الحقوق بتاعتك. Point is virtual lab platform that enable student and teacher to do lab experiment in an interactive environment. بيقول لك مين هي المنصة اللي بتسمح للطلبة والمدرسين، كمل السؤال، إن هم يعملوا تجارب معملية. مين المنصة بتاعت التجارب؟ إيكيبي ولا فلابي ولا إدمودو؟ برافو عليكم، حتى فيها كلمة لاب أهي اسمها فلابي. أول ما تلاقي كلمة لاب experiment على طول بتختار فلابي. Number 6 point is Egypt primary online library of resources which include variety of subject. بيقول لك مين هي المكتبة الرقمية نمبر 1 اللي بتحتوي على مواضيع مختلفة، إيكيبي ولا فلابي ولا إدمودو؟ طبعا هختار إيكيبي، بنك المعرفة Egyptian Knowledge Bank. أول ما تلاقي Egyptian Library على طول تختار بنك المعرفة إيكيبي Egyptian Knowledge Bank. Number 7 an outline should include what؟ لما تعمل ريسيرش في حاجة اسمها outline. يعني ايه كلمة outline؟ يعني الحاجات الأساسية اللي موجودة في الريبورت بتاعك، مثلا المقدمة، مثلا الموضوع اللي انت تتكلم فيه، أو النهاية اللي انت بتستخدمها. اختار بقى معايا من الاختيارات دي. An introduction that introduces the topic of the report or unrelated idea ولا unrelated resources. أفكار ملهاش صلة بالموضوع بتاعك، ولا أبحاث ملهاش صلة بالموضوع بتاعك، ولا بيبقى فيها مقدمة اللي بتتكلم عن الموضوع اللي انت هتتكلم عليه. طبعا الاوتلاين بيبقى فيه introduction يعني مقدمة تعرفك الريبورت بتاعك هيتكلم عن ايه. Number 8 social through social media platform or reliable sources, unreliable sources
you must follow them. بيقول لك السوشيال ميديا بلاتفورم، منصات التواصل الاجتماعي دي بتبقى مصادر موثوق فيها ولا غير موثوق فيها، ولا لازم تتتبع السوشيال ميديا يعني تشوف كده وتصدق كل حاجة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا يا ميس، احنا اتفقنا ان السوشيال ميديا بلاتفورم is unreliable sources، مصادر غير موثوق فيها. Number 9 if you and your team faced a problem to solve it do what؟ بيقولك لو انت واصحابك قابلتوا مشكلة هتتصرفوا ازاي؟ اول حاجة assign each person section of it، تدي لكل واحد جزء من المشكلة عشان يحلها. only you solve the problem، انت بس تحل المشكلة. assign the problem to one of them، ادي المشكلة لواحد فيهم وهو يحلها. ليه ميس؟ احنا اتفقنا ان احنا لازم نعمل breaking down the problem، نقسمها وندي لكل person جزء منها عشان يحلها. يبقى هختار assign each person section of it. Number 10 to facilitate solve a big problem، عشان اسهل حل مشكلة كبيرة. اختار معايا breaking down the problem into smaller section، اقسم المشكلة لأجزاء صغيرة. don't solve it، ما تحلش المشكلة أصلا. assign one solve، يعني حط حل واحد للمشكلة. لا يا ميس، أنا هقسم المشكلة لأجزاء صغيرة. breaking down the problem into smaller section. Number 11 when creating a poster or billboard be sure to choose small font size, complicated font size or suitable font size and type. بيقول لك وانت بتعمل بوستر او ملصق حاول تختار خط صغير ولا خط معقد ولا خط مناسب، النوع بتاعه مناسب والشكل بتاعه مناسب. طبعا suitable font size and type. Number 12 to use image in billboard it must be، عشان تختار صورة تحطها في الملصق بتاعك الصورة دي لازم تكون ايه؟ appropriate image and size، يعني صورة مناسبة وكمان مقاسها مناسب. not clear image، صورة غير واضحة. bad quality image، يعني صورة الكواليتي بتاعتها قليلة، يعني صورة منغمشة كده، صورة مش واضحة. لا يا ميس، لازم اختار appropriate image and size، يعني اختار صور مناسبة والحجم كمان بتاعها مناسب. Number 13 you can type multiple algorithm to create a complete program. عشان اعمل او اكتب algorithm كامل لازم اعمل ايه؟ programming، برمجة ولا screen ولا mouse؟ طبعا لازم اعمل برمجة. البرمجة دي ان انا افهم الكمبيوتر اللعبة دي او البروجرام ده عايزه يشتغل ازاي. البرمجة اسمها coding او ممكن يكتبها لك programming. يبقى لما استخدم multiple algorithms يعني خطوات كتيرة عشان اعمل برنامج، كده انا بعمل برمجة programming او ممكن يكتبها لك coding. Number 14 the point program can recognize if the word typed correctly or not. يقول لك مين البرنامج اللي ممكن يتعرف لك الكلمة دي مكتوبة صح ولا لأ. مين البرنامج اللي لما تكتب كلمة غلط كده تلاقيه حاطط لك تحتها خط يقول لك خلي بالك شوف الكلمة دي مكتوبة غلط. برنامج الوورد ولا فوتوشوب ولا اكسل؟ طبعا برنامج الوورد. لو كتبت اي كلمة فيها grammar error او كلمة تانية السبيلنج بتاعها مكتوب غلط بتلاقيه حاطط لك تحتيها كده خط ازرق عشان تخلي بالك الكلمة دي مكتوبة غلط عشان تبدأ تصلحها. Number 15 the point program is one of the famous programming in edit image. مين البرنامج اللي بيعدل على الصور؟ Paint, Word or Facebook؟ طبعا هختار برنامج البينت. Number 16 the point program used to create presentation that include text and special effects. مين البرنامج اللي بيعمل عرض تقديمي زي الفيديوهات اللي انا بعملها دي دلوقتي، بيبقى فيها صور، بيبقى فيها special effects، بتلاقي كده الفيديو ممكن يتحرك او يلف. مين البرنامج اللي بيسمح لي ان انا اعمل presentation؟ باوربوينت ولا وورد ولا فيسبوك؟ طبعا هختار باوربوينت. Question number 2 put true or false. Number 1 nowadays there are wealth of information by using EKB website. بيقولك في الأيام الحالية في ثروة من المعلومات موجودة على بنك المعرفة المصري. طبعا الإجابة true، الإجابة صحيحة. كلمة wealth of information يقصد بيها معلومات كتيرة. Number 2 you can book ticket to visit many historical and cultural sites through the internet. بيقولك ممكن تحجز تذكرة عشان تزور أي مكان تاريخي أو مكان ثقافي عبر الإنترنت. يا ميس ممكن أحجز تيكت لميوزيوم أو لأي مكان أنا عايزة أروحه أقدر أحجز التذاكر بتاعته عبر الإنترنت. يبقى الجملة بتاعتي true. Number 3 you can pay for your bills like water and electricity bills using apps through the internet. بيقولك تقدر تدفع الفواتير زي فاتورة المية أو فاتورة الكهرباء عن طريق الإنترنت. يبقى الجملة بتاعتي true. Number 4 student must encourage to deal with technology in safely and easy way.
الطلبة لازم يتشجعوا إن هم يستخدموا التكنولوجيا بطريقة سهلة وآمنة. الجملة بتاعتي true. Number 5 you cannot book tickets for trains, bus and planes through the internet. بيقولك ما ينفعش تحجز تذاكر للقطر أو للباص أو للطيارة عبر الإنترنت. طبعا غلط يا ميس، أنا ممكن أحجز التذاكر دي عبر الإنترنت. عشان كلمة cannot book يبقى الجملة بتاعتي wrong. Number 6 using technology in positive way help people to become good digital citizen. يقولك إنك تستخدم التكنولوجيا بطريقة إيجابية كده أنت بتبقى مواطن رقمي ناجح، يعني بتستفاد من التكنولوجيا لو استخدمتها بطريقة صح. الجملة بتاعتي true. Number 7 digital citizenship is ability to use digital technology ethically, responsibly and safely. بيقولك المواطنة الرقمية إن أنت تستخدم التكنولوجيا بطريقة أخلاقية، طريقة مسؤولة، طريقة آمنة. الجملة بتاعتي true. لازم تستخدم التكنولوجيا يبقى عندك أخلاق وأنت بتستخدمها، ما تستخدمهاش في حاجات وحشة يعني، وبطريقة مسؤولة تبقى إنسان مسؤول كده عن اللي أنت بتتفرج عليه، وكمان بطريقة آمنة عشان ما تعرضش نفسك للخطر. Number 8 digital footprint is record of what you do online. digital footprint ده تسجيل لكل حاجة أنت بتعملها أونلاين. الجملة بتاعتي true. Number 9 protect yourself from piracy isn't considered important. بيقولك لما تحمي نفسك ضد القرصنة دي مش حاجة مهمة. طبعا الجملة غلط، لازم أحمي نفسي ضد القرصنة يعني ضد السرقة. Number 10 you have the right to use the internet when you need or want to according to law. بيقولك طبعا للقانون من حقوقك إن أنت تستخدم الإنترنت في أي وقت أنت محتاج إن أنت تستخدمه. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 11 you must commit piracy with the protected content, share them and sell to others. بيقولك لازم تعمل قرصنة تسرق الكونتنت المحمي، تسرق يعني المحتويات المحمية بتاعت الناس وتعمل لها شير وكمان تبيعها. طبعا غلط، ما ينفعش تعمل piracy. You mustn't commit piracy. Number 12 you must credit the sources when sharing an entertainment online. بيقولك لازم تحترم المصادر لما تعمل شير لأي محتوى موجود على الإنترنت. يا ميس طبعا الجملة بتاعتي true. لازم أحترم المحتوى اللي أنا بستخدمه لو عايز أعمل بحث أو فيديو، لازم أستخدم بس المصادر المسموح بإعادة استخدامها. يعني لو حد بيقول محدش يستخدم الفيديو بتاعي يبقى ما ينفعش إن أنا أستخدم الفيديو بتاعه. Number 13 to join a conversation you must click on the link provided and wait for accept access for the one who start the meet. بيقولك عشان تخش conversation لازم تدوس على اللينك وتستنى شوية لغاية ما صاحب اللينك ده يسمح لك بالدخول. الجملة بتاعتي true. Number 14 online learning environment like Edmodo doesn't allow teacher and student to communicate. بيقولك الإدمودو مش بتسمح للمدرسين والطلبة إن هم يتواصلوا. طبعا الجملة بتاعتي wrong. Number 15 the person in charge of the call can mute other people's microphone. يعني صاحب الميتنج يقدر يقفل الميكروفونات على كل الناس الموجودين في الميتنج. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 16 online learning environment like Edmodo can provide virtual lessons. منصة الإدمودو بتسمح لك إن أنت تدي حصة افتراضية. الجملة بتاعتي true. دي المنصة بتاعت الستودنت والتيتشر اللي المدرسين يقدروا يدوا للطلبة دروس افتراضية عبر الإنترنت. Number 17 if your camera is on so anyone who on the call will be able to see you. لو الكاميرا بتاعتك مفتوحة كل الناس الموجودين في الميتنج يقدروا يشوفوك. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 18 Egyptian Knowledge Bank is considered one from online learning material via internet. بنك المعرفة بيعتبر مصدر للتعلم عبر الإنترنت. الجملة بتاعتي true. Number 19 planning before conducting a digital search will help you focus on the information you are trying to gather. بيقولك إنك تخطط قبل ما تعمل البحث بتاعك، ده بيخليك تقدر تركز على المعلومات اللي انت عايز تجمعها. طبعا الجملة بتاعتي true. لما اخطط للسيرش بتاعي اقدر اظبطه واقدر احط فيه كل المعلومات اللي انا محتاجة ان انا اضيفها. Number 20 During conducting digital search you must mention the source of information in your note to credit it. وانت بتعمل السيرش بتاعك لازم تقول انت خدت المعلومات بتاعتك منين، لازم تحترم السورس اللي انت خدت منه المعلومة. طبعا الجملة بتاعتي true. We must credit source. لازم نحترم المصادر اللي احنا خدنا منها المعلومات. Number 21 the digital search can include sources like audio, video and image. بيقول لك البحث اللي انت بتعمله عبر الانترنت ممكن تبحث عن ملف صوتي او عن فيديو او عن صورة. طبعا الجملة بتاعتي true.
Number 22 reliable sources are articles or information written and verified by expert. المصادر الموثوق فيها هي عبارة عن المقالات أو المعلومات المكتوبة ومتراجعة عن طريق الخبراء. طبعا الجملة بتاعتي true. الخبير لما يكتب معلومة ويراجعها يبقى ده مصدر موثوق منه. Number 23 the information used in digital researches must be reliable. بيقول لك المعلومات اللي انت بتستخدمها في البحث بتاعك لازم تكون معلومات موثوق فيها. الجملة بتاعتي true. Number 24 you must be careful when taking information through social media platform. لازم تكون حذر لما تاخد معلومة من مصادر التواصل الاجتماعي. طبعا الجملة بتاعتي true. ما اخدش اي حاجة موجودة كده على الانترنت واصدقها لو اخدتها من السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا بلاتفورمز دي بتبقى مصادر غير موثوق فيها. Number 25 a hypothesis is an educated guess about how things works. بيقول لك ان الفرض هو عبارة عن educated guess يعني تفكير مدروس عن الاشياء بتشتغل ازاي. الجملة بتاعتي true. وخدنا الجزء ده في مثال كده ان انت مثلا لو الكيبورد بتاعتك مش شغاله انت بتحط فرض. الفرض ده طبعا لازم يكون مدروس، ان الكيبورد بتاعتك باظت او ان الواير مش متوصل صح، الكابل يعني بتاع الكيبورد مش متوصل صح. يبقى الهايبوثيسيس ده الفرض هو بيبقى عباره عن تخمين بيعرفك الحاجه دي مش بتشتغل ليه، او بيوجهك كده ويعرفك ازاي تحل المشكله بتاعتك. بتحط هايبوثيسيس وبعد كده بتبدا تعمل تيست للهايبوثيسيس اللي انت حطيته، تحط فرض وبتختبر الفرض بتاعك. Number 26 you must break down the problem into smaller sections to solve them in steps. بيقولك لازم تقسم المشكلة بتاعتك لأجزاء صغيرة عشان تقدر تحلها. الجملة بتاعتي true. Number 27 hypothesis is an attempt to answer your question with an explanation that can be tested. بيقولك الفرض اللي انت بتحطه هي محاولة لحل المشكلة بتاعتك، والفرض ده ممكن تختبره. يا ميس انا بحط الفرض الاول وبعد كده بختبر الفرض بتاعي. انا قلت الكيبورد بتاعتي ممكن يكون الكابل بتاعها مش متوصل فبحاول اوصل الكابل مره تانية، وبعد كده فرض تاني يقول ممكن تكون باظت فبحاول اركب كيبورد تانية عشان اعمل اختبار للفرض اللي انا حطيته. يبقى الهايبوثيسيس is an attempt to answer question with an explanation that can be tested. Number 28 to solve a big problem you can solve the small parts of it step by step. عشان تحل مشكلة كبيرة تقدر تقسمها لأجزاء صغيرة وتبدأ تحلها خطوة بخطوة. الجملة بتاعتي true. Number 29 you mustn't conduct any test which is not safe when you test the hypothesis. يقول لك لو سمحت ما تعملش أي اختبار غير آمن وأنت بتختبر الفرض بتاعك. طبعا الجملة بتاعتي true. يعني مثلا لو أنا افترضت ان التلفزيون مش شغال، ان السلك بتاعي مقطوع مثلا او السلك بتاعي مش شغال، فينفع اقطع السلك وابدا احاول اركب السلك مره تانية في الكهرباء وهو مقطوع؟ لا طبعا، ان كده بعمل حاجه غير امنه. هو بيقولك لو سمحت ما تعملش اي تيست غير امن وانت في المرحله اللي انت بتختبر بيها الفرض بتاعك. Number 30 you must assign to each person in group a section of problem to solve it. يقولك لازم تدي لكل واحد جزء من المشكله علشان يحلها. طبعا الجمله بتاعتي true. بقسم المشكلة وبدي لكل واحد جزء عشان يحلها. Number 31 you must be sure that your computer is updated to download Microsoft Office 365 bundle. بيقولك لازم تتأكد الكمبيوتر بتاعك عامل update عشان تقدر تنزل مجموعة البرامج اللي هي اسمها Microsoft Office 365. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 32 be sure to choose the font size to your poster or billboard that is easy to read. بيقولك لازم تستخدم خط مناسب وانت بتعمل البوستر بتاعك او الملصق بتاعك والخط ده يكون سهل قرايته. الجملة بتاعتي true. Number 33 a margin is a space left around the edge of your poster or billboard. المارجن هو عبارة عن المسافة اللي أنا بسيبها كده عند الحافة بتاعة البوستر بتاعي أو البيلبورد الملصق بتاعي اسمها مارجن. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 34 choose a complicated font size in poster make it easy to read. ينفع استخدم خط معقد في البوستر بتاعي عشان يبقى سهل قرايته؟ طبعا غلط، لازم استخدم خط easy to read، ما ينفعش استخدم complicated font size. Number 35 when making a poster or billboard you must be sure that the audience will be able to easily see your information. بيقولك وانت بتعمل ملصق او بوستر لازم تتأكد ان الناس بيقدروا يشوفوا المعلومات اللي انت كاتبها بوضوح. طبعا الجملة صح، لا استخدم خط صغير قوي ولا استخدم خط كبير قوي، استخدم خط مناسب الناس تقدر تشوفه بسهولة. Number 36 image should be suitable in sense terms of the content
you are sharing. بيقولك لازم تستخدم صور مناسبة للموضوع اللي انت بتعمله شير. طبعا الجملة بتاعتي true. لو بعمل مثلا سيرش عن القطة لازم احط صورة قطة، مش هحط صورة اي حاجة تانية. استخدم suitable image، استخدم صورة مناسبة. Number 37. Computers and applications need algorithms to work. الكمبيوتر والابليكيشن بيحتاجوا خطوات عشان يشتغلوا. يا ميس طبعا انا لازم افهم الكمبيوتر الخطوات اللي انا عايز البرنامج بتاعي يشتغل عليها، فالخطوات دي اسمها algorithms. فالكمبيوتر والابليكيشن لازم يحتاجوا الالجوريزمز عشان يشتغل. Number 38. Coding is used in animation moves and online games you have played. بيقول لك الكودينج البرمجة موجودة في الصور المتحركة وفي الأفلام وكمان الألعاب الموجودة أونلاين. يا ميس طبعا الجملة بتاعتي ترو، لازم الحاجات دي يحصل لها كودينج، يعني يحصل لها برمجة، يعني فاهم الكمبيوتر أنا عايزة اللعبة دي أو الفيلم ده يشتغل إزاي. Number 39. Word processing program verified that the word you type is correct. بيقول لك برنامج الوورد يقدر يتعرف على الكلمات اللي انت كاتبها كلمات صحيحة ولا لأ. الجملة بتاعتي true. اتفقنا البرنامج الوورد لو انت كاتب كلمة السبيلنج بتاعها مش مظبوط او في اي غلط في الجرامر مثلا فيها هتلاقيه حاطط لك تحتها كده خط ازرق. Number 40. Coding is the writing of multiple algorithms to make a complete programs. البرمجة هي عبارة عن algorithms كتيرة بتتكتب عشان تعمل برنامج معين. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 41. Code.org can help you learn to code using different coding language. بيقول لك الموقع بتاع Code.org بيعلمك ازاي او بيساعدك ان انت تتعلم لغات برمجة مختلفة. الجملة بتاعتي true. Number 42. Paint program is one of the famous programs used in editing image. برنامج البينت بيعدل على الصور. الجملة بتاعتي true. Number 43. Microsoft PowerPoint used to create presentation that include text and special effects. بيقول لك برنامج الباوربوينت بيقدر يعمل عرض تقديمي، والعرض التقديمي ده ممكن يكون فيه كلام مكتوب وكمان بيبقى فيه special effects، يعني الفيديو مثلا يتحرك. الجملة بتاعتي طبعا true. Number 44. Microsoft Paint allow design image and save it. برنامج البينت بيخليك تقدر تعمل صور وكمان تخزن الصور دي على الجهاز بتاعتك. الجملة بتاعتي true. Number 45. The slide is a presentation page that contain text and image. بيقولك السلايد دي هي عبارة عن صفحة موجودة جوه البرزنتيشن بيبقى موجود فيها كلام أو صور. الجملة بتاعتي true. قلنا برنامج الباوربوينت الصفحات بتاعته اسمها سلايدز، والسلايدز دي ممكن يكون فيها صورة أو كلام مكتوب. Number 46. The toolbox include all the tools that you will need to make your drawing. بيقول لك الصندوق بتاع الأدوات فيه كل الأدوات اللي أنت ممكن تحتاجها عشان تعمل الرسمة بتاعتك. الجملة بتاعتي true. Number 47. Microsoft PowerPoint allow you to insert a new slide to your presentation. بيقول لك برنامج الباوربوينت بيخليك تقدر تعمل صفحة جديدة في العرض التقديمي بتاعك. طبعا الجملة بتاعتي true. من كلمة insert هختار new slide، هيديني صفحة جديدة فاضية أقدر أكتب فيها أو أحط فيها الصور اللي أنا عايزاها. Number 48. Coding or programming is used in animation and online games you practice via the internet. بيقول لك البرمجة دي بستخدمها عشان أعمل أي صور متحركة أو أي لعبة عبر الإنترنت بتعتمد على البرمجة. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 49. You must choose appropriate font size for your poster to be easy to read. لازم تستخدم خط مناسب للبوستر بتاعك عشان يتقرا بسهولة. الجملة بتاعتي true. Number 50. The image should be suitable in terms of the content you are sharing. لازم الصورة اللي انت بتستخدمها تكون صورة مناسبة للموضوع اللي انت بتتكلم عليه. مثلا لو عامل بحث عن قطة لازم تستخدم الصورة بتاعة القطة. لازم تستخدم suitable image يعني صورة مناسبة للموضوع اللي انت بتتكلم عليه. الجملة بتاعتي true. بحبكم كلكم، بتمنى اكون قدرت اساعدكم. مستنياكم تساعدوني بشير الفيديو ده لجروب الكلاس بتاعكم عشان يوصل لكل اصحابنا. الفيديو ده اهم فيديو تقدر تكتفي بيه في ليله الامتحان بتاعه الاي سي تي. بس يا ريت تسمع شرح الدروس سريعا كده. هسيب لكم ان شاء الله كل فيديوهات الشرح مذاكره المتميز صندوق الوصف تحت الفيديو. هسيب لكم كمان لينك جروب التليجرام لو حابب تتابع معايا السنه الجايه. بتمنى اكون قدرت اساعدكم وبتمنى لكم كل النجاح والتوفيق.